قبل قرار البنك المركزي بأيام قليلة جدا جمعنا لحضراتكم أعلى وأفضل 5 شهادات في الوقت الحالي، شهادات بفايدة ثابتة، وكمان شهادات بتديك العائد كل شهر. ومن ضمن ال5 شهادات دول شهادة لمدة سنة واحدة فقط، مميزة جدا جدا في الوقت الحالي وبننصح بيها. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه بنستاذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وزي ما قلنا لحضراتكم في مقدمه الحلقه ان احنا جمعنا ليكم اعلى وافضل 5 شهادات في الوقت الحالي، ودايما بنحاول نكرر الحلقة ديت كل شوية عشان الناس يبقى في ايديها حلقة واحدة مجمعة عن افضل الشهادات، وبالذات بنعملها قبل قرار البنك المركزي، لان زي ما قلنا الشهادات اللي هنتكلم عليها دي كلها شهادات بفايدة ثابتة. يعني لو لحقتها دلوقتي قبل قرار البنك المركزي اللي جاي ده، او اي قرار للمركزي بعد كده، او البنك اللي انت هتعمل فيه الشهادة وخفض الفايدة على الشهادة دي نفسها، انت مش هتتأثر بأي حاجة لان انت لحقتها دلوقتي بالعائد العالي بتاعها. وطبعا زي ما قلنا برضو ان ال5 شهادات اللي معانا في الحلقة دول كلهم بعائد شهري، باعتبار ان دي افضل دورية، وان دي الدورية اللي كل الناس بتدور عليها، سواء انت بتاخد العائد الشهري ده يساعدك في المعيشة، او انت بتاخد العائد الشهري ده تشتري مثلا قطعة ذهب صغيرة تعيد تدويره وتعيد استثماره في اي حاجة تانية. فدي افضل دورية الناس بتختارها، عشان في بعض الشهادات اللي هنقولها في الحلقة دي ممكن تلاقي فيها دورية ربع سنوي ودورية سنوي، لكن احنا مخصصين للدورية الشهري. طيب خلونا نبدأ بأول شهادة، وانا حابب أبدأ بأعلى شهادة موجودة في الوقت الحالي، وهي شهادة بنك المشرق. الشهادة دي اسمها شهادة المشرق نيو البلاتينية. الشهادة دي شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي في الوقت الحالي وقبل قرار البنك المركزي 18%، ودي من المفترض ان ما حصلش تغيير عليها بعد قرار المركزي الاخير اللي كان في 2025 لما خفض الفايدة 1%. ولكن ده طبعا عائد سنوي، واي عائد بتقل حضرتك سنوي. وهنا دورية الصرف على الشهادة دي شهري، بتاخد العائد كل شهر. الشهادة دي طبيعتها ثابتة وبتجدد، زي ما قلنا الشهادات اللي معانا كلها ثابتة، هتلحقها دلوقتي مش هتتأثر بأي حاجة. حتة بتجدد يعني بعد انتهاء مدة ال3 سنين البنك بيجددها لمدة 3 سنين تانيين على نفس تفاصيل الشهادة، لكن على حسب العائد اللي موجود ساعتها. لو انت مش عاوز تجدد الشهادة دي بتروح في تاريخ الاستحقاق تقول للبنك انا مش عاوز اجددها، بينزلها في حساب حضرتك لو انت مش واخد بضمانها قرض او كارت مشتريات. طيب لو نسيت تاريخ الاستحقاق وجيت تروح بعد كده بتقدر عادي تستردها من غير اي خسارة طالما البنك هو اللي جددها من نفسه. طبعا لو رحت تكسرها قبل مرور اول شهر عليها مش هتخسر حاجة، لان انت منزلش لحضرتك عائد. وحتى لو عدى شهر الخسارة بتبقى من الفايدة اللي نزلت لك بس، مش من اصل المبلغ. الحد الادنى لشراء الشهادة دي هو 250 ألف جنيه، والاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور، وايضا الاقتراض متاح عليها بنسبة تصل الى 90% من بنك المشرق. بالنسبة لتاني شهادة معانا وهي شهادة ميد بنك، اسمها شهادة ميد ماستر. الشهادة شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي في الوقت الحالي 17.75%، اللي هو 18 الا ربع في المية. دورية صرف العائد ليها شهري، وطبيعتها برضو ثابتة وبتجدد. والحد الأدنى لشرائها 25 ألف جنيه ومضاعفات الألف، يعني تبدأ الأول ب25 وبعد كده 26 27 28 وهكذا بدون حد أقصى على الشهادة دي. الاسترداد على الشهادة دي متاح بعد مرور 6 شهور، وأيضا الاقتراض متاح عليها من ميد بنك. تالت شهادة معانا وهي شهادة بنك قناة السويس. الشهادة دي اسمها شهادة إليت ستار. الشهادة شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي في الوقت الحالي 17.5%، ودورية صرف العائد على الشهادة دي شهري، وطبيعتها ثابتة وبتجدد. والحد الأدنى لشرائها عالي شوية 5 مليون جنيه ومضاعفات المليون جنيه. والاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور، والاقتراض متاح عليه. الشهادة دي طبعا الحد الأدنى بتاعها عالي،
لان احنا بنحاول نجيب لحضراتكم اعلى الشهادات بالنسبة للفايدة بعيدا عن الحد الادنى. وطبعا بنك قناة السويس فيه شهادات تانية بحد ادنى 1000 جنيه و100,000 جنيه والكلام ده كله. كنا متكلمين في حلقة مخصوص عن جميع الشهادات اللي موجودة في بنك قناة السويس، لانه كان اعلن من فترة صغيرة ان هو مكمل في الشهادات دي بنفس الفايدة القديمة. الحلقة اللي قدام حضرتك ديت هسيبها لك في الوصف وفي التعليقات. رابع شهادة معانا وهي شهادة بنك نيكست. الشهادة دي شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي حاليا 17.4%، ودورية صرف العائد ليها شهري. برضو الشهادة دي يا جماعة فيها ربع سنوي 17.5%، وفيها سنوي 17.75%، لكن احنا مركزين ومخصصين الحلقة دي للعائد الشهري. وايضا طبيعتها ثابتة وبتجدد، والحد الادنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، والاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور، وايضا الاقتراض متاح عليها بنسبة تصل الى 90%. خامس شهادة واخر شهادة معانا وهي بقى الشهادة اللي لمدة سنة واحدة فقط، الشهادة اللي لسه مطروحة مؤخرا ونالت اعجاب الناس وكنا اتكلمنا عنها قبل كده، وهي شهادة بنك ناصر. الشهادة دي اسمها شهادة سند، المدة عليها زي ما قلنا مدة سنة واحدة فقط. العائد عليها لو هتاخد العائد شهري 17%، وطبعا ديت فيها دورية صرف سنوي 18%. لو انت هتاخدها في نهاية ال 12 شهر هتبقى 18%. وايضا من اهم مميزات الشهادة دي في بنك ناصر ان هي ثابتة وبتجدد، والحد الادنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه، والاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور، وايضا الاقتراض متاح عليها من بنك ناصر. بس يا سيدي دول كده اعلى وافضل 5 شهادات من وجهة نظرنا في الوقت الحالي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى طبعا يكون الحلقة نالت اعجاب حضراتكم واستفدتم منها ولا استفادة بسيطة. ما تنسوش طبعا تنزلوا اشتركوا في القناة، ما تنسوش اللايك على الحلقة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة. شكرا.